ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا احنا متابعين مباراة كأس العالم واللي حصل. طبعا نتيجة قطر وسويسرا وتعادل سويسرا. البرازيل والمغرب لعبوا ماتش جميل جدا. المغرب لعبت احسن من البرازيل وفازت وتعادلوا 1-1. كانت المغرب متقدمة 1-0. امبارح كان في ماتشات حلوة جدا. كان في اليابان وهولندا. كان ماتش جميل جدا جدا، خلص 2-2. هولندا فريق حلو. اليابان فريق عالمي ومنظم، ما بيستسلمش. جاب الجون التعادل في الدقيقة 89 أو 88. ماتش كان جميل جدا، يعني يعتبر أجمل ماتش في البطولة لغاية دلوقتي، اليابان وهولندا. كان في قبليها طبعا ماتش طبعا معروف محسوم، وفي ناس كتير توقعت النتيجة 7-0 و7-1 اللي هو ألمانيا وكوراساو ده. في بقى ماتشات تانية زي تركيا واستراليا، وخلص 2-0 لاستراليا برضو مفاجأة. كان استراليا فريق قوي، بس تركيا برضو كان فريق في أوروبا. آه، كان في بقى خبر وحش جدا طبعا. كان في كوتوفار والاكوادور. الماتش كان جميل حلو امبارح، يعني الماتش خلص 1-0 للكوتوفار، ودي نتيجة حلوة جدا لفريق افريقي. طبعا الماتش بتاع الصبح اللي كان صعب جدا هو بتاع تونس والسويد، وخلص بنتيجة صعبة جدا 5-1 فريق تونسي. الماتش كان غريب جدا. في جون اللي اسمه اللي هو اسمه الكابتن بتاع الفريق، يعني غلط قدام الجون زي الكورة بتاعت مهند لاشين في ماتش البرازيل بالظبط. يا جماعة، ما ينفعش الفزلكة في الكورة خالص في المنطقة اللي هنا دي. الماتش صعب. تونس هتبقى صعب قوي في المجموعة دي، عشان معاها اليابان ومعاها هولندا ومعاها السويد، وخسرت من السويد اللي المفروض أقل فريق. يعني ممكن يتعادلوا معاها ولا يكسبوها ويعملوا حاجة مع اليابان. تونس خسرت 5-1، وكانت خسرت في ماتش اللي قبل كده 5-0 من بلجيكا. النهارده في كذا ماتش في اسبانيا وكاب فيردي او الراس الاخضر هيلعبوا الساعه 7. والماتش القوي بقى اللي هو مصر وبلجيكا الساعه 10. وده ماتش اول ماتش لمصر. ان شاء الله ربنا يكرم هنعمل له فيديو لوحده ده، عشان نشوف التشكيل والتوقعات ويعني دي كانت نظرة سريعة كده عن المجموعة. طبعا في المجموعة بتاعت كندا اللي هي كلها كندا وسويسرا وقطر، وتعادلوا اللي هي كلها وحيد ديت. وفي بقى المجموعة اللي هي بتاعت أمريكا فازت 4-1 على باراجواي. ومجموعة يعني أمريكا هتصعد، يعني سهل جدا إن هي تصعد في المجموعة دي. وكل ده احنا كل ده بنتابع المرحلة الأولى من المجموعات، أو الماتشات الأولى في المجموعات. فده احنا بنتابع مع بعض ونحلل على قد ما نقدر الماتشات اللي هنتفرج عليها. وتابعونا يا شباب. سلام.